لما تلاقي عازر وهو سنه 10-11 سنة لما يقعد يسمع نميمة في البيت يقول لهم بس بقى مليتوا الهوا كلام، ده عيل متأسس صح. عشان كده أنا كأب وكأم عشان أخلق العلاقة السوية المنضبطة بين الإخوات اللي مفيش حد فيها بيجور على حد على حق حد، أنا لازم أكون واقف دبان، واقف مركز، مش بعدي حاجة. اللي فينا مدير أو مسؤول في شركة أو في مصلحة أو في مؤسسة ما، يعني يعرف إن أصعب حاجة في التعامل مع الموظفين اللي تحت إيديه هي الناس اللي لسه معينين أو تحت التدريب. ده أصعب تعامل. ليه؟ لأنه بيحتاج من حضرتك كمدير تقف على الوحدة، لأنك لسه بتأسس معاه سيستم، نظام. فلو اتأخر دقيقة تقول له الساعة كم معاك دلوقتي؟ يقول لك 9 ودقيقة. تقول له يعني مش 9 وانت معاد حضرتك 9. تقول لي دي دقيقة. أقول لك لا، اللي يفوت القطر بدقيقة زي اللي يفوته بساعة. في حاجة اسمها سيستم، في حاجة اسمها نظام. احنا بيوتنا مع أولادنا بقى فيها مساحة من السبهللة وعدم الانضباط وعدم النظام، مخلينا بعد كده بنشرب المر، لأن الأمور مش واضحة في البيت، مش محددة. لازم كل حاجة بين الإخوة تبقى واضحة جدا، تبقى مدروسة جدا، تبقى تحت إرشادي جدا. بس خد بالك من حاجة وخدي بالك من حاجة. لو أنا بربي الإخوات على المساواة وعلى حياة الشركة وعلى علاقة المحبة وهم مش شايفين ده في الأب والأم، اعتبر كل اللي بتقوله ده في الهوى، ملوش قيمة. لأن احنا مش بنربي فقط بالكلام، احنا بنربي بالسلوك. ومفيش أجمل في البيت من حياة الشركة بين الإخوة. انتوا عارفين طبعا أشهر كلمة على لسان أبونا فلتأوس كانت إيه؟ اللي دايما أبونا